بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صلى على حبيبه الهادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وسر ضيائها، وروح الأرواح وسر بقائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى وأحكام. ونسعد في حلقتنا دائما مع فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عباس فتحي صالح الأزهري من علماء الأوقاف. وأهلا وسهلا بحضرتك دايما معانا يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ طارق بحضرتك والسادة المشاهدين، ونسعد بكم دائما في هذا البرنامج المبارك على هذه القناة المباركة. الله يبارك في حضرتك، ونستكمل ما كنا قد وقفنا عنه. لجتنا أسئلة كتيرة عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك في نفس الموضوع، الحب. نعم. ومن دول كتيرة من كل أنحاء الوطن العربي. هنبتدي بالسؤال الأول. حضرتك في جنة من السودان، نعم. الشقيق، بيتكلم عن الحب الحلال والحب الحرام. نعم. فؤاد من السودان، من الخرطوم، بيسأل عن الحب الحلال والحب الحرام. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل يا ربنا وسلم وبارك على سيدنا محمد، سر الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجمال وقطب فلك الجمال. اللهم ربنا اكتب لنا في الدنيا زيارته، وفي المنام رؤيته، وفي الآخرة شفاعته. اللهم يا رب بلغه منا الآن الشوق والحب والسلام. وصل اللهم وسلم وبارك على آله وأصحابه ومن دعا بدعوتهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يسرنا أن نكون معكم من جديد عن هذا الموضوع الهام الذي هو من الأهمية بمكان. وأهل السودان يعني وكلما نزلت إلى الجنوب وجدت الإخلاص يزيد. نعم. عندنا في محافظات الصعيد كلما رحت هنا الأقصر، أسوان، عدفو، وجدت إن الناس يا أستاذ طارق على المحجة، كأنهم على الفطرة أي نعم. النقية. نعم. وأهل السودان نعم. يعني كذلك. أحباء إلى القلوب. نعم. الحقيقة يعني. والحب الحلال الحب الذي هو لكل شيء يعني يفيد الإنسان، سواء حب لله وتكلمنا عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والحب لآل بيت النبي، ثم الحب للأوطان. نعم. فحب الوطن من الإيمان. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا كلها أن تحب أوطانها. نعم. ونظر إلى مكة وعينه تذرف الدمع وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فننادي على الجميع أن أحبوا أوطانكم، فإن هذا من الإيمان الذي علمه لنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأنه كلما كمل إيمان المرء أحب وطنه، لأن حب الوطن دين ندين به إلى الله تعالى. ومن أحب وطنه عمل لرفعته وعمل لتقدمه وقام لخدمته بفنه الذي يحسن، بعلمه الذي يتقن، بعمله الذي ينتج، بكل شيء يحب أن يعمل به. أيضا ومن الحب الحلال أن نحب آباءنا وأمهاتنا. نعم. لكن هذا الحب يجعلنا دائما ننفذ أمر الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نعم. كثير من الشباب اليوم فقدوا هذا الأمر، ما عادوا يوقرون كبيرا ولا صغيرا. الأصل أن نحترم الآباء، أن نقدرهم، أن نضعهم في محلهم الذي وضعهم الله، بأن برهم بر لله وطاعتهم طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذا على كل ابن أن يطيع أباه، وعلى كل بنت أن تطيع
أباها وأمها أيضا، والولد كذلك. لكن اللي احنا بنسمع النهارده أب يقول لابنه تعالى صلي، يقول له بقول لك إيه، أنا أصلي في الوقت اللي أنا عايزه، احنا عملنا الثورة. وبنت تخبط الباب في وش والدتها وترد عليها كلمة بكلمة بكلمة بكلمة. هذا لا ينفع، عقوق. وهذا لا يجوز، وهذا ليس من الحب في شيء. طاعة الوالدين حب، نعم. تقديرهم حب. بل عبادة. ده النظر. هذا الحب من أعظم العبادات. بل عبادة يعني. الثلاثة الذين أواهم نعم المبيت نعم. إلى الغار فانسدت الصخرة وسدت باب الغار، قال كل واحد منكم يتوسل بعمل أخلص فيه لله. فقال أحدهم اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي والدين، كنت لا أنام حتى أنام ولا آكل حتى يأكل. وفي يوم من الأيام كان في إناء من لبن وكانا نائمين، فوقفت بإناء اللبن على سريرهما ولم أطعم أولادي ولم أسقهما حتى ناما، نعم. حتى استيقظ والدي فشرب. فإن كنت تعلم أن هذا الأمر كان خالصا لك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم بهذا العمل الذي هو من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الآباء يحب أبناءه، نعم، يقبلهم، نعم، يعدل بينهم، نعم. سيدنا النبي قال كده في حديث النعمان بن بشير، قال إن الواحد لو قبل أحدهم قبلة أن يقبل الآخر قبلة. لما قال له هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا، كل واحد أعطيته بستان؟ قال له لا يا رسول الله. قال لا أشهد على جور أشهد عليه غيري. فقالوا من كمال الحب لبنيك أن تعدل بينهم ولو في القبلة. ثم إن البنت اللي بتنظر، يا هل حب أبويا يخليه يجبرني على واحد، زي ما أنت حضرتك كنت بتسألني السؤال ده قبل نعم. بتقول لي إن البنت بتسأل هل حبي لوالدي يجعله يجبرني على أن أتزوج ما لا أحب؟ ده السؤال ده كان من شيماء من تونس. نعم. فهذا الموقف حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت البنية إليه وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. إحنا ربنا مدينا والدنيا مرتاحة وكويسين ووضعنا المادي مستور، وابن عمي فقير، فأبويا عاوز يجوزني ابن عمي وأنا مش عايزاه، ما بحبوش يا رسول الله، هل لي أن أتزوج من لا أحب؟ فالنبي في أول الأمر قالت أطيعي، قال لها كده أطيعي ما صنع أبوك. قالت لا حاجة لي فيه. قال أنكحي من شئت. قالت يا رسول الله رضيت بما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم الآباء أن ليس لهم من أمر بناتهم شيء. أردت أن أعلم الآباء أن ليس لهم من أمر بناتهم إيه؟ شيء. يعني الأمر ليس على الإجبار ولكن على النصيحة وعلى تقدير البنت لأبيها أنه أكثر خبرة وأكثر في نظره للتفحص في الناس، للنظر إليهم، لأن يقدرهم حق تقديرهم. وكذا الأب يحسن إلى أبنائه بتعليمهم طاعة الله. بعض الناس يا أستاذ طارق زي ما كنت بيسألوا دايما إن أبويا بيطلع يشتغل طول عمره بره وسافر وعمال يبعت في فلوس في فلوس في فلوس، وفي الآخر يقول أنا بحبكم ونحن لم نجلس معه ولم نتعلم منه. فهل ده حب؟ ده مش حب. الحب الحقيقي الرعاية. الحب أن تتغرب وأن تظن أنك إنما تعلف حيوانا في طعام وشراب وأشياء مادية. ده مش حب. ليس اليتيم الذي مات أبواه وخلفاه في الهموم ذليلا، إن اليتيم الذي يجد أما تولت أو أبا مشغولا. الأصل إن بقاء الأب بين أبنائه يرعاهم، ينظر إليهم، يحكيهم ويتحاكى معهم ويورثهم من خبرته أحب إليهم من المال، لأن المال قد يفسدهم لكن وجود الأب لا يفسد أبدا. نعم سيدي. أحسنت يا سيدنا. سؤال ورد لينا من الكويت.
أبو صالح من الكويت بيقول: هل محبتي لامرأة حلال أم حرام؟ نعم سيدي الكريم، الحب الحرام. الحب يا أستاذنا الكريم حب في القلب، هذا شيء في القلب، هذا الشيء الذي في القلب والقلوب بيد الله إن مال إلى شيء. كان العرب يقولون: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. هو يحب ليلى ويتغنى باسمها، هذا حرام. الله لا يحاسب على الحب نفسه، نعم. ولكن يحاسب عن التصرف، الميل في القلب. نعم. هذا الميل هل هو تحرك به ليكلم امرأة لا يعرفها أجنبية عنه، ويتكلم في خصوصيات الخصوصيات، لدرجة إن قال لي شاب: يا مولانا أنا عاوزك تكلم خطيبتي ومراتي، عشان إيه؟ رافضة إننا بتكلم إننا هتنام في أوضة وأنا في أوضة. فلما تكلمت مع البنت وقعدت أقلب العقول الأولاد، وجدت إن البنت لا يعرفها ولا تعرفه، وهما الاتنين يا دوبك كده متعرفين على بعض، بداية إيه؟ إعجاب جديد، ووصلوا في العلاقة إلى ما في غرفة النوم بعد الزواج. فهذا أمر يعني سخافة. طبعا. الأصل إن هو إن أحب امرأة ما وجد المحبين للحب إلا الزواج. إن أحبها ذهب إلى أهلها وخطبها وتزوجها. وإن لم يحب، إن كان يحب تسلية كما يصنع كثير من الشباب اليوم، يتعرف إلى بنت ولا يريد أن يتحمل أي مسؤولية، لدرجة إن جاءتنا بنت، تخيل الولد في كلية تجارة والبنت في كلية طب، وبينهما علاقة. العلاقة وصلت أن الولد اجتمع معها كزوجة اجتماعا كاملا بلا زواج. ولما ذهب ليريد خطبتها، أهله قالوا له: عاوزين ب40 50 ألف ذهب، هي من ريف وهو من القاهرة، فمتعود على دبلة ووضع فكان يظن انه بدبلة وبتاع هيخطبها والدنيا بسيطة. فذهب قال له فما عرفش، رفضوه. فلما رفضوه كان أصلا في مصيبة حدثت قبلها. وأنا أقول يا أمتنا: الحب الحقيقي حب لا يجلب معصية. نعم. لأن الحب طهارة، نقاء، حب الخير لمن أحببت، حب السعادة له، حب أن تتمنى له أن ينجو في الحياة وفي الممات، في الدنيا والآخرة، لا أن تكسبه ذنوبا، لا أن تنظر في عينيه وقد حرم الله النظر، لا أن تطاردها أمام شباكها وأمام بيتها وليل نهار تريد تنتظر ميعاد خروجها وميعاد دخولها وتطاردها في هذا ليس حبا. الحب الحقيقي ألا تعطلها عن مذاكرة وهم طلبة لسه صغيرين، هيقول لها هتجوزك وهو لسه قدامه 10 سنين والجيش وفي الحياة، ويلاقي نفسه تتزوج وهو لسه بيدرس. فلازم نقدر الأمور بقدرها الصحيح. لا يقول شاب إنه جالي ده هي هتساعدني وتديني ذهب، وفي الآخر لقيت الولد اللي بيتكلم كده ولد صنايعي، والبنت بنت ناس على مستوى عالي في المهندسين، وهو من مكان على قد حاله خالص، والولد بيستغل البنت عاوز ياخد منها الذهب بتاعها، والبنت بإيه؟ باشتغالات ما يسمى الحب، وهم لا يعرفون من الحب شيئا. الحب يا أستاذ طارق الذي ينال الآن، حب الشباب للبنات إنه يخرج معاها ويتفسح معاها ويستغلها، ليس حبا. نعم. الحب اللي هو يسمونه ممارسة الحب ويمارسون الجنس باسم الحب ليس حبا. الحب طهارة، الحب نقاء، الحب تقدم بالإنسان وبحياته إلى أن يرتقي بنفسه ليكون صاحب بيت مستقر محب، ليتزوج امرأة على حب، فيبنى بيت على الحب، وينتج بيت طبيعي بأطفال طائعين، لأن الأب يحب الأم، فيكون بيت أكثر استقرارا وأكثر وفاء وأكثر طاعة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى
أن يملأ قلوبنا بالحب، آمين يا رب. وبيوتنا بالحب، آمين يا رب. وعقولنا بالحب، آمين يا وأن رب. يجعلنا نحب كل الخلق من أجل الحق عز وجل. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. أحسنت فضيلتك. فاصل قصير ونواصل. ابقوا معنا مع هذه الحلقة الشيقة من برنامجكم فتاوى وأحكام مع فضيلة الشيخ عباس فتحي صالح الأزهري. سنواصل بعد قليل.